اوكي، انا عارف ان انا رخمت عليك بما فيه الكفايه. لو انت بتشوف الفيديو ده فارجع شوف ال... ولا اقول لك هنعملها مش هوديك في حته تاني، كفايه كده. عندنا دي ورقه، ده التوقع بتاعنا. عندنا زهر، عندنا 6 كروت. هوريك سريعا الخدعه بتتعمل ازاي. يرمي الرقم على اي حاجه، فلنفترض رميها على رقم 4 هنا. طيب هنعد بقى 1 2 3 4. هتلاقي الكارت بتاعنا هنا احمر، وبقية الكروت ايه؟ زرقاء. والتوقع بتاعنا مكتوب عليه هتختار الكارت الاحمر. ادي الخدعة سريعا، ماشي. انا عملتها الحلقة اللي فاتت وده الشرح بتاعها، فعلشان كده عملتها ايه بشكل سريع. طيب انت هتجيب ورقة الشرح بقى، مش متقلقش الشرح. هتختار الكارت الاحمر، تمام. ده هتجيب ورقة وتكتب فيها الكلام ده. ظهر عادي فعلا مفيش فيه اي حاجة، هات اي ظهر انت عايزه. وهتجيب كروت. انا اللي يهمني في الكروت دي حاجتين. اول حاجة ان انت تجيب كارت رقم 1 ويكون ظهره احمر. تاني حاجة هتجيب كارت رقم 6 يكون وشه احمر. حلو. بقية الكروت عادية على فكرة، الكارت ده وده 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 انت ممكن تغيرهم بأي كروت تانية. انت ممكن تجيب بنت وشايب و8 و11، يعني ما فيش رقم 11 في الكوتشينة، بس انت فاهم قصدي. تمام. بقية الكروت زرقاء كلها، ما عدا الكارت رقم 1 يكون احمر. وكل الكروت لونها وشها اسود، ما عدا الكارت رقم 6 يبقى وشه اسود. طيب هيتحطوا بالترتيب ده. هيبقى عندنا هنا رقم 1 هيبقى تالت كارت من ناحية اليمين، وعندنا هنا رقم 6 هيبقى تاني كارت. مش مهم الكارت اللي قبليه ايه، حط بقى، ولا تحط جوكر، حط 10، اي حاجة انت عايزها. وعندنا هنا كارت برضو مش مهم هو ايه، وبالتالي برضو الكارتين دول مش مهم هم ايه. خلاص فهمتني؟ يلا بقى نبتدي. معنا التوقع بتاعنا، هنخلي الشخص اللي قدامنا يرمي الزهر. فلنفترض وقف على رقم 4. هنعمل ايه؟ هنعد 1 2 3 4. هنقف هنا. شفت احنا عندنا من ناحية الشمال 1 2 3 4. هنقول له الكارت بتاعك الوحيد اللي لونه احمر والتوقع بتاعنا موجود فيه ايه؟ هتختار الكارت الاحمر. طيب بص هديك الظهر بالترتيب. يعني فلنفترض وقف على رقم 1. هنعمل ايه؟ هنقول له التوقع بتاعنا مكتوب فيه ان انت هتقف على الكارت الاحمر، تختار الكارت الاحمر، سوري. ورقم 1 اللي جه عليه الظهر هو الوحيد اللي لونه احمر. ده رقم 1 وهو وقف على رقم 1. طيب فلنفترض انه اختار رقم 2. هنعد 1 2. هنقول له التوقع بتاعنا مكتوب فيها تختار الكارت الاحمر، وانت اخترت رقم 2. ودي 1 2. وده الكارت الوحيد اللي لونه احمر، وبقيه الكروت كلها وشها اسود. طيب فلنفترض انه وقف على رقم 3. هنعد 1، سوري هنعد من هنا ناحية اليمين 1 2 3 اهو. هنبقى وقفنا على رقم 1. التوقع بتاعنا مكتوب ايه؟ هتختار الكارت الاحمر، ظهره احمر. طيب فلنفترض وقف على رقم 4. هنعد بقى من ناحية الشمال 1 2 3 4. ترى هو الوحيد اللي ظهره احمر. طيب فلنفترض وقف على رقم 5. 1 2 3 4 مش نافعة. 1 2 3 4 مش نافعة. هنعمل ايه؟ 1 2 3 4 5. اهي 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 نفعت. مرة تانية. انا عارف ان انا لخبطتك ولا حاسس ان انا سئيل قوي في الفيديو ده، بس معلش. اختار رقم 5. هنعد من ناحية اليمين 1 2 3 4 5. الكارت رقم 5 هو الكارت الأحمر، والتوقع بتاعنا مكتوب عليه هتختار الكارت الأحمر. آخر حاجة، عارف إن أنا إيه إن أنت ممكن تشتمني في الكومنتات. فلنفترض نختار رقم 6. هتقوله شوف سبحان الله، الكارت الوحيد اللي رقم 6 هو الكارت إيه اللي لونه أحمر، وإحنا كاتبين هنا إيه التوقع بتاعنا لونه أحمر. بس يعني ما تنزلش تشتمني في الكومنتات. أنا بحاول أقدم لك خدعة حلوة. ماشي. يلا سلام.